اهلا بيكم في كوره تاكتكس. الاهلي في كاس العالم. النهارده هنتكلم على تحليل اداء فريق بورتو في كاس العالم. هنحلل مع بعض نقاط قوته ونقاط ضعفه، وهنشوف ازاي الاهلي يستغل نقاط القوه ونقاط الضعف، يتجنب نقاط القوه ويستغل نقاط الضعف. طبعا انا عارف الماتشين اللي فاتوا اداء الاهلي كان مخيب للامال، وكلنا كنا متوقعين حاجه افضل من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. النهارده هنحاول بقدر الامكان انا بسط لكم الصوره ازاي الاهلي لو التزم ببعض الحاجات المعينه ان هو يقدر يسجل في فريق بورتو، ويقدر ان هو ما يستقبلش اهداف. يلا بينا نشوف الحالات. هنتكلم دلوقتي على حالات بناء الهجمه لفريق بورتو. انا معايا بالظبط 3 حالات هشرح فيهم ازاي فريق بورتو بيقدر يبني الهجمه من ورا، وازاي ان هو بطيء في بناء الهجمه، وطريقه تشكيله وهو بيعمل بناء الهجمه لما تكون الكره معاه. يلا بينا نشوف ال3 حالات. هنا لما الكره تكون مع فريق بورتو بيلعبوا بتشكيل 3-3-4 زي ما احنا شايفين كده، في 3 ورا، في 3 قدام، وفي في النص، وفي 4 قدام. احيانا الاربعه اللي قدام دول بيبقوا 3 ويبقوا اللي في النص هم ال4. ده بيخلي عندي مساحات فاضيه في الجناب، ده اللي النادي الاهلي المفروض يستغله. انا متوقع ان فريق بورتو هيلعب بنفس التشكيل اللي هو 3-4-1-2 او 3-4-3. ده في حاله لما تكون الكره معاهم. لما تكون الكره مش معاهم بيتحول التشكيل ل 5-3-2. فهنا بيبقى في مساحات في الجناب يقدر النادي الاهلي يستغلها. هنا تريزيجيه يقدر يستغلها، وهنا زيزو يقدر يستغلها، مع وجود بن رمضان في النص ان هو يقدر ينقل الكره ويقدر يحرك اللعب. دي الحالة الثانية من بناء الهجمة لفريق بورتو. فريق بورتو عنده مشكلة في بناء الهجمة، هو بطيء في بناء الهجمة، وبيدي فرص للفريق اللي قدامه ان هو يضغط عليه. زائد ان هو لما بيجي يستلم الكرة في نص الملعب في اي ضغط يقدر يعملوا اخطاء ويقدروا ان هم يفقدوا الكرة. تعال بينا نشوف الحل. او هنا فريق بورتو شايف فاتح الملعب ازاي، واخد مساحة الملعب كله عشان يقلل الضغط عليه. ضغط فريق انتر ميامي عليه هيجبره ان هو يلعب في حته معينه، وده اللي احنا شرحناه قبل كده اسمه البريس تراب او مصيده الضغط. لان انا بضغط عليك بشكل معين، امنع مرور الكوره ما بين الخطوط، او امنع فرصه مرور الكوره، فتضطر انت تلعبها في حته ثانيه، اضغط عليك اخدها منك او اخليك تلعبها مش مرتاح. بص هنا فريق انتر ميامي ضاغط ب6. هنا سواريز هينزل تحت هنا عشان يمنع اللعب للمهاجم ده، وفي نفس الوقت هتلاقي هنا في نص الملعب اللعيب اللي بينزل يستلم عليه ضغط. بص هنا في نص الملعب اللعيب لما هيستلم هيحصل ايه؟ حصل عليه ضغط، فاضطر ان هو يلعبها بسرعه لورا. مع نزول سواريز فتح له باس هنا عشان يروح يضغط عليه، وهنا الكره كانت ضعيفه، كان ممكن سواريز يخطفها لانها كانت رايحه ضعيفه واللعيب كان بعيد. فبص حتى اللعيب جري عشان خاطر ياخد الكرة، وسواريز لو كان اسرع من كده كان قدر ياخدها ويشكل هجمه خطره على فريق بورتو. هنا بقى في اللعبه دي ازاي فريق بورتو لما يكون عليه ضغط عالي بيلعب كره طوليه للمهاجم بتاعهم سامو. هنشوف التحركات وهنشوف نقلات الكره ونشوف تحركات سامو وازاي الكره اتلعبت له طوليه. هو مش بس سامو، بيبقى فيه 2 قدام، احيانا بيبقى واحد فيهم هو اللي بيستلم الكره طوليه. تعال نشوف الحاله وهنشرحها واحنا بنتفرج. هنا طبعا المدافع بينقل الكره ورا عشان خاطر يفتح لزاويه باس، او يفتح طريق ان هم يجري قدام او يخلخل الدفاع من اليمين للشمال. بص على طول، بص شوف هنا، بص سامو فرنانديز بيلعبها له طويله لسامو عشان خاطر ان هو يكون في وضع انفراد، بس طبعا اتلعبت جامده ما وصلتش لسامو. ودي كانت حالات بناء الهجمه لفريق بورتو. يلا بينا نشوف الفرص الضائعه لفريق بورتو. هنتكلم دلوقتي عن الفرص الضائعه لفريق بورتو، وازاي بورتو قدر يستغل مساحات وقدر يستغل بطء الدفاعات عشان يقدر يخلق فرص. يلا بينا نشوف. تمام، هنا الحاله الاولى معايا هي حاله ضربه حره مباشره، وانا جايبها عشان فيها تريكايه صغيره كده ممكن تتعمل في النادي الاهلي. تعالوا نشوفها. اول حاجه هنا شايف فريق بورتو، لاعيبه فريق بورتو كلهم متجمعين عند القائم البعيد، بس هم مش هيقفوا هنا. تعالوا نشوف هيحصل ايه. متمركزين عند القائم البعيد. اول ما الكره هتتلعب بص هم اتحركوا ازاي، اتحركوا لقدام، وقفوا كل واحد وقف في مكانه. ده اداهم فرصه لما الكره تتلعب في البوكس. بص عملت فرصه وكانت عملت هجمه خطره على فريق بالميراس.
طيب الكره الثانيه هنا انا عندي فريق بورتو بيستغل المساحات ما بين خطوط الدفاع وبيلعب كره سريعه عشان يقدر يخلق مساحات ويقدر يخلق فرص ان هو يسجل. تعال نشوف الكره دي مثلا، والكره دي انا شرحتها في الفيديو اللي فات لما كنت بحلل اداء فريق بالميراس. بص هنا الضغط العالي على فريق بالميراس ازاي ان هم خدوها على طول من لمسه واحده، لعبها لسامو، لعبها لمورا اللي خدها وقدر ان هو يخش يضم لجوه عشان يقدر ان هو تفتح له زاويه تسديد، وقدر ان هو يسدد بس طلعت بره. دي حصلت كذا مره في الماتشات. الحاله الجايه اللي بعد كده دي حاله مهمه قوي وحاله اتكررت كتير جدا. هم عندهم الجبهه الشمال بتاعتهم قويه جدا، وعندنا مورا الثاني وعندنا ماركانو او مارسانو، الاثنين بيلعبوا دايما ناحيه الشمال، هو ناحيه اليمين عندنا اللي هو وجود محمد هاني. فهنا لازم يكون في دفاع او في دعم دفاعي لمحمد هاني عشان يقدر ان هو يسد في الهجومات دي. تعالوا نشوف الهجمه دي ونتكلم فيها. هنا الكره لما اتلعبت لمورا، بص ماركانو او مارسانو هيتحرك ازاي. بص اتحرك ورا الرايت باك، وجوه هنا هتلاقي سامو جوه هنا هيتلعب له عرضيه عشان سامو يقدر ان هو يسجلها، او مورا بيجري اهو. هنا مورا عمل ايه؟ هنا لما لقى الكوره راحت لسامو، سامو بص على مورا، مورا خد مساحه قدام الجول عشان سامو يلعبها له ويقدر ان هو يشوطها في الجول. تحركات مورا في البوكس خطيره جدا. بص هيشوطها ازاي، دي تحركاته خطيره جدا، هو وسامو عاملين دويتو حلو قوي. ومورا من اللعيبه الحريفه جدا، يعتبر من ضمن اخطر اللعيبه عندهم، لانه تحركاته ما بين خطوط الدفاع بتعمل مشكله لاي خط دفاع. طبعا شاطها وطلعها فالكون من الجول. شوف ناحيه الشمال مين اللي جاي من هناك، في لعيب جاي ناحيه الشمال سريع، طبعا سامو داخل في العمق، من الناحيه الشمال جاي لعيب عشان خاطر ان هو يشوط الكوره وهو فاضي تماما. عشان كده احنا لازم نركز في الدفاعات بتاعتنا لما نيجي نطلع قدام ونيجي نهاجم. ودي كانت حالات الفرص الضائعه عن نادي بورتو. نستخلص ايه من الحالات دي؟ نستخلص ان لازم يكون في دعم دفاعي مع محمد هاني، لازم نركز قوي في الجبهه اليمين بتاعتنا، الشمال بتاعتنا، ان هم بيخترقوا ورا الظهير الايمن لما بييجوا يضغطوا علينا ضغط عالي، وده قليل اللي هم بيضغطوا ضغط عالي بالمناسبه، بس لما بييجوا يضغطوا ضغط عالي لازم نخلي بالنا ان الكره لو اتخطفت هم بيلعبوا ما بين الخطوط، هم قريبين من بعض ويقدروا يخترقوا الدفاع. تعالوا بينا نشوف الحاله اللي بعدها وهي حاله الفرص اللي جت عليهم. هنتكلم دلوقتي على نقط الضعف او الفرص اللي جت عليهم، فرص اهداف محققه جت عليهم. فريق بورتو هو فريق دفاعه كلاسيكي تقليدي بطيء، بيلعب الكوره بطيئه وفي نفس الوقت ارتداده من الهجوم للدفاع بيكون بطيء، فده بيخلق مساحات ورا، وخصوصا لما هم بيلعبوا 3 ورا او باك 3. هنشوف مع بعض الحالات، وهنا انا عايز انوه ان دي حالات خاصه بكاس العالم مش حالات في الدوري البرتغالي، لان احنا هنا يهمنا حالة ايه في كاس العالم. قبل ما نروح للحالات، لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشيروه مع كل اصحابكم، واكون شاكر جدا. شكرا لكم. يلا بينا نشوف حالات الفرص الضائعه عليهم. هنا اول حاله هنتكلم على الفرصه اللي جت عليهم في ماتش بالميراس. هو جت كتيره فرص عليهم بنفس الشكل. انا بس عايز اوضح هنا انت ازاي لما بتلعب كره سريعه، النادي الاهلي يلعب كره سريعه تقرب الخطوط من بعض، تقدر انت تخترق دفاعاتهم وتشكل هجمات مرتده وفرص محققه عليهم. يلا بينا نشوف الحاله. هنا لعيبه بالميراس قريبه من بعض، بتسلم الكوره من مره واحده بتستلم، تسلم وتجري وقريبين من بعض. قدروا هنا ان هم يخترقوا دفاعات بورتو ويقدروا ان هم يشكلوا هجمه خطره على دفاعات بورتو. بص التحرك ازاي، هم بيتحركوا مثلثات وفي الاخر بيلعبها كره عرضيه كانت ممكن يسجل منها فريق بالميراس هدف. هنا الحاله اللي بعدها انتقال فريق بورتو من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه بطيء، وده بيخلق مساحات وراهم لان هم بيلعبوا 3 في الخلف. طريقه 3-5-2 او 3-4-3 محتاجه سرعه من خط النص او الوينجات ان هم يرجعوا بسرعه يغطوا. هنا لما بتستلم كوره تلعب بسرعه، ده بيخليك في هجمه مرتده، ده بيخليك في سبيسز، في مساحات ورا فريق بورتو. تعال نشوف الحاله ونشرحها مع بعض. هنا الكره اتقطعت من فريق بورتو، على طول فريق بالميراس بص استيفاو هناك واخد مساحه هناك في الحته الفاضيه هناك، وفي مساحات ورا الدفاع، طبعا لعبها له على طول
احنا عندنا هنا تريزيجيه او بن شرقي يقدر يعمل حاجه زي كده، فتحت له فرصه تسديد وسددها بس طلعت بره الجول. هنا الحاله الثانيه تاني الضغط عليهم بيخليهم يعملوا اخطاء، فما بيعرفوش يرتدوا عشان خاطر يدافعوا كويس. هنا الحاله دي اللعيب وهو بيلعب الكوره كان عايز يلعبها كوره طوليه، بس للاسف اتلعبت كوره قصيره فخبطت في لعيب خط النص وراحت لميسي. شوف اللي هيحصل ايه. هنا بيحاول يلعبها، طبعا ارتدت من لعيب خط النص وميسي جنبه، طبعا ميسي مش هيسيب فرصه خالص زي كده. بص سواريز بيجري ازاي، وبص ميسي، الاثنين بيجروا هم. على فكره ده موقف 2 على 4 بقى 3 على 4. قدر ان هو يلعبها بينيه ويخلي سواريز انفراد، بس سواريز ضيعها. هو ده اللي احنا محتاجين نستغله. شفنا مع بعض الفرص الضائعه اللي جت على فريق بورتو، وازاي ان هو بينتقل من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه ببطء، وده بيخلي فيه مساحات في خط ظهره، خصوصا هم بيلعبوا 3 ورا، فاحنا لازم نستغل الجناب اللي احنا نلعب بسرعه على الجناب ويكون عندنا لعيبه سريعه ان هي تخترق. هنشوف دلوقتي حاله الضغط العالي لفريق بورتو. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي على الضغط العالي لفريق بورتو على الفرق، وانا جايب هنا حاله واحده لانها اتكررت، بس انا عايز انوه لحاجه، ان الضغط العالي اللي بيعمله فريق بورتو هو مش مستمر، هو بيحصل على فترات، ولكن لما بيحصل بيشكل خطوره على الفريق الخصم. دلوقتي انا هتكلم على الضغط العالي في حاله من حالات الضغط العالي في ماتش انتر ميامي، وازاي ان هي اتحولت لهجمه مرتده على الانتر ميامي. يلا بينا نشوف الحاله. هنا في الحاله دي انا هشرح ازاي الضغط العالي اللي عمله فريق بورتو كان ممتاز وحط انتر ميامي في وضع خطر. يعني مثلا هنشوف هنا الثلاثه اللي قدام هنا شكل مثلث، كل لعيب تقريبا ماسك لعيب، وخط النص نفس الكلام واقف مستني لعيبه انتر ميامي او عامل حائط صد في نص الملعب عشان يمنع اي تمريره. في حين لما لعيبه انتر ميامي المهاجمين هيلاقوا نفسهم ان هم بعاد هيقربوا، هيلاقي كل واحد مع واحد. بص كده معايا، مع تحريك الكوره طبعا ما بين فالكون وفري. شوف هنا كل لعيب مع لعيب، كل لعيب مع لعيب، زائد هنا خط النص ان كل لعيب برضه مع لعيب. هنا قفل زوايا التمرير، يا اما فريق انتر ميامي هيلعب كره طوليه، يا اما هينقلوا الكوره بينهم وبين بعض فتتخطف منهم. تعالوا نشوف هيحصل ايه. هنا طبعا بيحاولوا يفتحوا زوايا التمرير. هنشوف هنا فري عمل ايه. فري هنا عمل لعبه، حطت ويجند في وضع احنا بنقول عليه البريس تريجر او محفز الضغط. انت بتحفز الفريق الثاني يضغط على اللعيب. تعالوا نشوفها وهشرحها لكم. بص فري لعبها ازاي لويجند. بص اللعبه دي بتخلي اولا اللعيب اللي بيستقبل الكوره في وضع مش مريح، لان لسه هيوقفها وينزلها ويبص هيلعبها لمين، زائد بيخلي الفريق الثاني محفز للفريق الثاني ان هو يضغط عليه وياخدها منه. وفعلا ده اللي حصل لما الضغط عليه اتاخدت منه، اهي اتاخدت منه وبقت هجمه مرتده. هنا في الهجمه المرتده اللي احنا بنقول عليها ترانزيشن او اللي هو الانتقال من وضع الدفاع للوضع الهجومي. بص هنا سامو كان في وضع اوفسايد نزل لتحت. هتشوف هنا اللعب من لمسه واحده ازاي فرق مع فريق بورتو ان هو يقدر يشكل هجمه خطره عليهم على فريق انتر ميامي. بص اول ما جت له الكوره على طول لعبها لسامو من لمسه واحده. سامو هنا شايف مورا جاهز هنا فلعبها له. شوف فاضي جدا، مورا فاضي جدا في النقطه دي. اول ما استلم الكوره هتشوف مورا الثاني جاي من ورا عشان خاطر يعمل الاوفرلاب. شوف بص مساحه قد ايه، قدر ان هو مورا ان هو يستنى على الكوره لحد ما جاله مورا لعبها له بالكعب. جميله واو. فمورا اول ما خد الكوره لعبها في البوكس عشان يقدر يشكل خطوره على فريق انتر ميامي. هنا الاهلي لازم ياخد باله وهو بيعمل بناء الهجمه، لازم يكون بيعمل بناء الهجمه بشكل سريع، ولازم اللعيبه تبقى بتدور في الملعب، يعني كل لعيب بيغير مركزه في الملعب عشان خاطر يفتح زوايا التمرير ويخلق زوايا التمرير ويخلق مساحات ورا فريق نادي بورتو. هنشوف دلوقتي معانا حاله الضغط العالي اللي بيحصل على فريق بورتو. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي على حالات الضغط العالي اللي بتحصل على فريق نادي بورتو. زي ما قلت من شويه فريق نادي بورتو دفاعاته هو بطيء كلاسيكي، يوم ما بتضغط عليه ضغط عالي تقدر انت تستخلص منه الكوره وتشكل هجمه مرتده عليه، او تجبره ان هو يلعب كوره طويله لنص الملعب تقدر انت تاخدها وتعمل هجمه مرتده عليه. يلا بينا نشوف 3 حالات اللي هنتكلم فيهم النهارده. يلا بينا. اول حاله دي احنا اتكلمنا فيها لما كنا بنحلل اداء فريق بالميراس،
وهو ان فريق بالميراس كان بيعمل ضغط عالي على فريق بورتو. تعال نشوف هنا ازاي الضغط العالي الممتاز المقنن او الكويس ازاي بيقدر يعمل اخطاء في دفاعات فريق بورتو. يلا بينا. هنا شايفين بالميراس بيضغط على شكل مثلث ان كل لعيب مع لعيب زي ما شرحنا. هنا لما الحارس المرمى لعبها للعيب ده، طبعا هم هنا كانوا واقفين مانعين فرص اللي انت تلعب كوره. طبعا هنا بنقول عليه برضو تراب، اللي هو ايه، انا واقف وقفه معينه وعايزك تلعب في حته معينه، لانك انت لو لعبت في حته ثانيه هاخد منك الكوره. يعني مثلا هنا فريق بالميراس واقف عشان خاطر يجبرهم ان هم يلعبوا هنا، فيقفل عليهم زوايا الباس فيقدروا ان هم يستخلصوا الكوره. وفي نفس الوقت في لعيب اعتقد استيفاو واقف هنا في النص عشان خاطر يمنع الباس للنص، ولكن حارس المرمى لما لعب الباس للنص هنا او لعب التمريره في العمق هنا، بص في 3 لعيبه حوالين اللعيب، فاللعيب اضطر ان هو يلعبها للجناح بتاعه الجناح اليمين، الوينج الظهير اليمين، فاتخذت منه. بص لان هو في وضع مش مريح، الضغط العالي مع حارس المرمى، اللي حارس المرمى خد قرار سيء جدا هو يلعب في النص بدون ما يلعب في الجناب، اتخذت منه وتشكلت هجمه خطر عليهم. هنا الكره الثانيه زي ما شفنا، هنا الضغط العالي على فريق بورتو خلى حارس المرمى يلعب كره طوليه لنص الملعب في العمق، ولكن ما كانش في حد موجود، ففريق بالميراس قدر ان هو يستحوذ على الكره ويشكل هجمه خطره عليهم. بص هنا خدها مورينو لاعب بالميراس، قدر ان هم يلعبها لخط النص، ومن لمسه واحده يلعبها الاستيفاو اللي قدر ان هو يلعب كوره من لمسه واحده برده ورا الدفاع بتاع فريق بورتو، وقدر ان هو ينفرد بالجول. الحاله الثالثه ودي انا شرحتها برده في ماتش بالميراس، فريق بالميراس عامل ضغط عالي كويس قوي على فريق بورتو، فلما فريق بورتو حس ان هو مش هيقدر يطلع بالضغط العالي، لعب او من الضغط العالي لعب كره طوليه لنص الملعب لتاني مره. فده يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان النادي الاهلي لازم هو بيعمل ضغط عالي لازم يامن نص الملعب، لازم يكون في لعيبه في نص الملعب تاخد الكور الطوليه دي او الكره الثانيه او السكند بول. تعال نشوف الحاله. بص هنا فريق بورتو واقف فاتح الملعب عشان يقدر ان هو يطلع من الضغط العالي، مع وجود لعيب في النص هنا في العمق عشان خاطر يستلم الكره. حارس المرمى قال لهم اطلعوا خلاص، ان هو مش هيقدر يلعبها ليهم عشان ما تتخطف، وفي الاخر لعبها واتخذت منهم في نص الملعب. دي كانت حالات الضغط العالي على فريق بورتو. لازم الاهلي يضغط بشكل قوي جدا على فريق بورتو خصوصا في اول الماتش عشان خاطر يجبره ان هو يلعب كره طوليه او يغلطه والاهلي ياخدها ويقدر يعمل هجمه مرتده. تعالوا بينا نشوف التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. يلا بينا. تعال نشوف التشكيل المتوقع للنادي الاهلي بعد وجود الاصابات الكتيره اللي حصلت في الفريق. طبعا كلنا عارفين ان ياسر ابراهيم اتصاب، فاحنا عندنا مشكله كبيره في خط الدفاع، ولكن انا حاطط تشكيل طبقا للي انا شفته في الماتشات اللي فاتت وطبقا لاداء فريق بورتو. يلا بينا نشوف التشكيل المتوقع. طبعا هنا التشكيل المتوقع قدامي هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، ناحيه الشمال يحيى عطيه الله، ناحيه اليمين هاني، في النص داري واحمد رمضان بيكم لانه عمل اداء كويس الماتش اللي فات. خط النص هيكون حمدي وديانج وبن رمضان قدام، على الجناب هتلاقي تريزيجيه وينج شمال وزيزو وينج يمين ووسام ابو علي في خط الهجوم. طبعا انا حطيت اللعيبه دي لانهم اصلا لعبوا بعد ماتشات كتيره مع بعض في كاس العالم، زائد كمان احنا ممكن يكون عندنا ورقه رابحه او اوراق رابحه في الشوط الثاني لو الموضوع لا قدر الله تأزم او كانت لسه النتيجه 0-0. عندنا مثلا بن شرقي، عندنا قفشه، عندنا الشحات، عندنا كوكا، عندنا لعيبه كتيره ممكن ان احنا نبدا بيها الشوط الثاني او نعمل تغييرات في الشوط الثاني، وان شاء الله يكون المكسب للنادي الاهلي. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه التشكيل المتوقع من وجهه نظركم، ولو عندك اي سؤال عن اي حاجه في التحليل او التشكيل يا ريت تكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. انا عامل تحليل رقمي مفصل عن فريق بورتو في كاس العالم، هتلاقوه في صفحتي على منصه اكس وهحط لكم اللينك في الوصف. شكرا لكم ونتقابل بعد ماتش الاهلي وبورتو. مع السلامه.